في أزقة الموصل القديمة حيث يختلط صوت المؤذن بنداء الباعة. وفي العام 1926 ولد طفل سيغدو واحدا من أبرز مربي العراق ودعاته، غانم حمودات. ولد في بيت متدين محافظ، أتقن سواد القرآن الكريم قبل أن يدخل المدرسة. تعرفت إليه في بغداد عندما كان طالبا بكلية المعلمين العالية، وذلك أثناء وداعنا لصديقنا المشترك أبي أحمد عمر الدايل. كان شابا قليل الكلام كثير الصمت، تشعر أن الإيمان يسبق كلماته. أنهى دراسته الإعدادية وكان الأول على شمال العراق، ثم التحق بكلية المعلمين وتخرج عام 1953 بامتياز مع مرتبة الشرف. لم تصنعه الكتب وحدها، بل تتلمذ على يد كبار علماء العراق، وفي مقدمتهم الشيخ أمجد الزهاوي والشيخ محمد محمود الصواف، الذي قاده إلى العمل الإسلامي المنظم عام 47. وفي عام 1948 شارك في اعتصامات طلاب الموصل احتجاجا على نكبة فلسطين، وكان صاحب فكرة إنشاء صندوق للتبرعات تداولته صحف العراق في زمن كان فيه التضامن فعلا قبل أن يكون شعارا. تولى فيما بعد مسؤوليات دعوية مهمة في بغداد، وبرز حضوره الفكري مع اشتداد المد الشيوعي بعد انقلاب عام 58. كان من قيادات التجمع القومي الإسلامي لمناهضة المد الشيوعي، يواجه الفكر بالفكر ويبني بالوعي قبل السياسة. وبعد إخفاق حركة الموصل اعتقل عام 1959 ومثل أمام محكمة الشعب، وحكم عليه بالإعدام مرتين من حكومة الشيوعيين، لكن الله كتب له النجاة وتنقل بين السجون ل3 أشهر. خرج بعدها وأقصي عن وظيفة التدريس ل11 شهرا، لكنه عاد لعمله مواصلا رسالته في التعليم وتربية الشباب، ليبدأ رحلة امتدت 50 عاما. كان التعليم عنده عبادة، وكان يقول: هل الصلاة فيها تقاعد؟ إن التدريس مثل الصلاة وأجره لا يقل عنها. أحيا ليالي القدر في الإعدادية الشرقية سنين طويلة، وبنى مسجد المدرسة بجهوده. أجمع من عرفوه على فرادته وقوة شخصيته. وقال عنه الشيخ إبراهيم النعمة: لو عرف الناس ما أعرفه عن غانم حمودات لقالوا إنه على رأس الدعاة إلى الله في العراق، بل في العالم الإسلامي. وعندما أحيل للتقاعد في عام 1993 بعد بلوغه السن القانونية، أبى الجلوس في بيته وواصل عمله في التدريس بلا أجر، متطوعا محتسبا أجره عند الله لمدة 11 عاما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وفي الأول من أبريل عام 2012 رحل المربي الكبير الشيخ غانم حمودات بعد عمر مبارك حافل بالدعوة والتربية، وشيع في موكب حاشد في الموصل. فكان يقول: مرحبا بلقاء الله، مرحبا بلقاء الله. رحل غانم حمودات، ولكن أثره بقي يتردد في قلوب طلابه. ومن الموصل ما زال الأثر يمشي في العراق وخارج العراق. ذلك ميراث المربي الصادق الذي جعل التعليم عبادة.